شوف انا بعطيك خلطه. ايوه. وانا اقسم بالله، شوف انا اقسم بالله عليها لاني سويتها يمكن اكثر من 10 مرات او 20 مره. اذا اللي يسويها في بيته اذا ما عجبته، ايوه، اذا ما عجبته يا شيخ وش تبي بس؟ بعلقك هنا فوق. شوف هذه الخلطه الحمد لله والله ما حط لنا، يا رب لك الحمد. ما شاء الله. حتى الشباب صاروا يسمعوني بعضهم يقولوا رمضان تكفى بالخلطه. يلا شوف اخر الكلام. يلا. يلا سعدك حبيبي. الله عليكم، يعطيك العافيه يا ابو رضوان. هذه الاكله ها؟ هذه اللي عليها تحدي. ايه بس اسمع، ها، بعض الناس يقول يا اخي بدون جلافز ما عليك يا احنا بالبر يا ابو. ما عليك يا رجل، بس المهم ما تزبط ترى هنا. ها، وعدنا هنا. ها خلاص بتجرب ان شاء الله. معلقه ابو يزيد. شوف الخبر ايوه ما ترى والذوق ما لا تسمع. اكيد. يلا خليك اديك شيء طيب. بل هذه تبي تسويها هنا؟ الله كفو والله، كفو والله. وش في جوا؟ هذه الزبده الحين ذوبها يا ابو. اكتشفنا السر. سر المهنه. هذا برضوان انت ايش تسوي؟ هذه حبيب الخلط. طبعا شوف في بعضهم يحب يطحن البسكوت. انا اكسره تكسير عشان يكون في شيء قرمشه. هذه مقرمش. الله. ندوب الزبده بس انت بلا تحترق. ايوه بعد ما ندوب الزبده اكيد نار خفيفه. وبعدين نحط البسكوت. ايوه هذا. طبعا اذا حطيت بسكوت النخاله 4 بسكوت طبعا مع 300 جرام حلو زبده. حلو. تخلي البسكوت يتجانس معها تماما. يا سلام. اذا تجانس معها تحط علبه قشطه. يا حبيبي. اي نوع ترى. اي نوع ما تفرق. علبه قشطه. يا سلام. بعد ما تخلص والله ملاحظ انا صراحه احترم قشطه التاج. الله. اي مو اعلان ترى بس كذا يعني. حط الجبنه، تبغى تحط جبنه فيتا او جبنه البيض العاديه. يا سلام. بس الحجم الصغير. طيب ايش الهدف من الجبنه؟ الجبنه ترى دائما طب هذا حلا مع جبنه يا يعني؟ سلام. اللي يسوون الحلا يعرفون انه يكسرون الحلا الزايد بالطعم هذا. يا سلام. يعطيك نكهه غريبه. حموضيه كذا مع شويه ملح. ها يلا نجرب. وبعدين تحط كيلو تمر خلاص بدون فصل. الله عليك. خلاص افضل شيء. هنا الفائده. تحطه وتعجن على نار هادئه الين يتجانس كل شو اسمه كل الخلط. يا رب نشوف احنا. وندوق شيء طيب ان شاء الله. يا رب نشوف احنا. وندوق شيء طيب ان شاء الله. نشوف. احنا جالسين ننتظر. الله عليك يا ابو رضوان يا حبيبي. يعني كذا تخلي البسكوت ما هو ناعم مره. اي بعضهم يحب ناعم بس هذا عشان ايش؟ القرمشه. يا اخي قرمشني يا شيخ. ابغى اسوي اسالك ونس. هيدي الخلطه. اعتبرني برضوان. هيدي خلطه التمريه. دينك. طيب برضوان شو هذا؟ الله عليك الجبنه المالحه. شو هي؟ شوف الجبنه اذا ما سويت كذا. ما شاء الله. ايوه. لا طعميني. شو هي برضوان؟ وقت التمر. ها هذا اخر خطوه. خلاص اخر خطوه. انا المقيم انا. لانك تربطني بعد. الله يسعدك. الله يجعله بالعافيه. بسم الله خلينا نجرب نشوف الحين. جاهز التقييم؟ ترى انا ما عندي لف ودوران. بسم الله. والله يا ابو عبد الرحمن فنجان. ما شاء الله. خليك فنجان برضه. ترجع محلك البارد. من اول قبل ادخل فمي استمتعت بالطعم. الله يجعله لذيذه والله لذيذه. الصحون هذه هنا نفك التمر شيل التمر عنا. كيف؟ يعطيك العافيه يا ابو رضوان. الله يعافيك. علقني انا. على الابداع هذا علقني انا. والله لذيذ. ابو يزيد البسكوت فيه كمان قرمشه. انا طبعا يوم قلت تحديت لاني واثق من طعمها وكل من يجربها في البيت لذيذه ولا في البر راح يدعي لي. لذيذه. القرمشه لحالها كلام كبير. تاج راسي بالعافيه يا حبيبي. لازم تعطيني الطريقه. شرح وافي كافي. الله يسعدك. الله يسعد الوجه. امين وياك يا حبيبي. عطنا الصواني الثانيه يا ابو. يا هلا ابو يزيد. يلا حي. يا هلا